الذاكرة العضلية أو الماسل ميموري بتبدأ تمرين أول مرة في حياتك وبتلتزم 6 شهور وجسمك بيتغير وتوقف تمرين لظرف حصل لك وتحبط إنك هتاخد 6 شهور كمان علشان ترجع لنفس مستواك. خليني أقول لك إن جسمك أذكى منك بكتير، واللي عملته أول مرة في 6 شهور هيتعمل في شهرين بس. أول مرة بتنزل فيها التمرين جسمك بيبني نوايا جديدة جوه الخلايا العضلية، ومع استمرارية التمرين تخليق البروتين في النوايا دي بتزيد، ومن هنا العضلات بتاعتك بتكبر. ولما بتريح من التمرين تخليق البروتين بيقل، وبالتالي حجم العضلي بتاعك بيقل، بس النوايا لسه موجودة. علشان كده لما ترجع التمرين كل اللي جسمك بيعمله هو تخليق البروتين تاني جوه النوايا، وطبعا المدة بتكون اقصر انك ترجع لاخر مستوى عضلي وصلت له. اللي بيحصل انك بتتعلم مهارة او تمرين جديد والجهاز العصبي بتاعك بيخزنه، وسهل يرجع يطبقه تاني في وقت اقل، على عكس انك بتتعلم المهارة او التمرين لاول مرة خالص. وكل ما تتمرن على المهارة دي عضلاتك عندها قدرة على الرجوع بشكل اسرع، علشان عدد النوايا بيزيد جوه الخلايا العضلية. كل اللي بتحتاجه عضلاتك ان هي ترجع تتحط تحت ضغط ويبقى فيه ضخ دم، وترجع كمان تتشبع بالمغذيات علشان حجمها يرجع يزيد تاني. حجمك العضلي هيرجع، ومش شرط قوتك البدنية ترجع بنفس السرعة، علشان ده بيعتمد بشكل اساسي على الخلايا العصبية بشكل اكبر من الخلايا العضلية. وهو ده معنى الذاكرة العضلية او الماسل ميموري.